السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم. كما تعرفوا دوكا برد الحال وما علينا غير بالاطباق الشتويه. واش عندي حبه تاع بصل ومنهيها 6 سنين تاع ثوم، عندي 2 حبات تاع بطاطا، عندي فول يابس، عندي حمص، شويه تاع شحمه، 2 مغارف كبار طوماط كونسونطري، لي زيبيس، عندي فلفل حمر حلو وحار، شويه تاع ملح، راس الحانوت، عندي من هي كميه العيش تاعي، عندي من الكليله والفلفل هذاك الاحمر، وعندي 2 حبات تاع فلفل والدبشه بيان سور اللي راح تزيدنا بنه هايله للعيش تاعنا. هذو هما المقادير. دوكا راح نبداو بطريقه التحضير. بسم الله. راح نجيب لاكوكو تاعي بيان سور، راح نحط فيها الماء. شوفوا الخطوه هذه اللي حين تبداوها راح ديروا كلش بارد في بارد، يعني لازم. واش راح نبدا نطيب؟ حنبدا نطيب الفول تاعي مع البطاطا بسكومه اللي حين يطولوا في الطياب، راح نبداو بهم. وفي الجهه اللي من هي راح نبدا نقلي يعني باش نبروفيتي. واش راح نديرو؟ شوفوا الماء، انا هنا كنت من بعد زدت شويه، حديروا حوالي 2 لتر من الماء، وتحطوا كميه الفول تاعكم، وزيد لهم 2 حبات تاع البطاطا هذوك اللي كنت قطعتهم كما راكم تشوفوا الحجم تاعهم هكا يجي سوا. بعد راح نشعل النار عليهم ونخليه نقفل عليهم حتى وين يغليو، باه نقفل لاكوكو طول. ليسونسيال نجي منا ندير لاصوص تاعي انا كيما قلت لكم حنخليها تتقلى باه تجيني الماكله بنينه. بروفيتيو الوقت اللي يطيب فيه البطاطا والفول تاعكم، جيو ديروا لاصوص تاعكم منا. كنت حطيت شويه تاع زيت، شويه تاع شحمه اللي يحب بيان سور. اطباق تقليديه توجور شحمه تطلق فيهم بنه بنينه، ودائما نقول لكم قليوهم مليح. هنا واش كنت حطيت البصل والثوم والطماطم. انا الطماطم قبل نسيت ما حطيتهاش في لي زانغريديون تاوعي. درت حبه يعني كانت مليحه الحجم تاعها. ومن بعد راح نزيد نحط عليهم لي زيبيس تاعنا اللي هما فلفل احمر حار وحلو وراس الحانوت والملح، نخلطهم كامل. ومن بعد نزيد لهم 2 مغارف كبار تاع طوماط كونسونطري، يعني لازم نديروا 2 مغارف كبار باه تجيكم بنينه. ديما هادو الحوايج التقليديه اللي ما يجيش فيهم اللحم ومنا لازم نداويهم مليح ونديروا فيهم الخضره بكميه مليحه باه يجيو بنان. العيش كاين اللي يحب يديروا بالكديد اللي يعود متوفر عنده بيان سور يديروا. هنايا راح نرجع. شوفوا كيفاه غلا معايا الفول هذاك والبطاطا، غنزيد نحط له شويه تاع الكليله تاعي ومن بعد نقفل عليه لاكوكوط واحد حوالي هكاك ربع ساعه ولا 20 دقيقه ونعاود نحل عليه. في الوقت هذا انا راح نجي نفور العيش تاعي. العيش تاعنا راح نفوروه مره واحده، والمره هذه راح نديروا له غير شويه تاع الزيت. كما راكم تشوفون العيش تاعي ديجا راهو جديد كان مفتول الصباح، العشيه هذيك بعد طيبته. وما واش راح يدي منكم وقت بزاف كي تفوروه، يعني ميم با كي كثر واحد 10 دقائق باش تكون بعد ديجا راح يغلي في المرقه وكلش. ليسونسيال هنا كيما شفتوني درت له شويه تاع زيت، خلطتها فيه مليح. وبيان سور الماء بعد ما يغلي راح نحطه فوق الكسكاس تاعنا ونخليوه كما قلت لكم حوالي 10 دقائق. من هي انا كنت حليت على الفول والبطاطا تاعي والكليله، لقيتهم سي بون يعني طابو، بصح شوفوا الماء نقص لي شويه بزاف. انا هنا راح نزيد لهم شويه تاع ماء. لاصوص تاعي هذيك اللي كنت خليتها تقلات بيان سور تقلات على نار هاديه خلاص. وهذه من اسرار البنه تاع الاطباق التقليديه، توجور نقولها لكم باللي لازم تقليو. دوكا هنا انا شعلت عليهم النار، نزلت له شويه تاع ما برك مش بزاف، وكنت حطيت 2 حبات تاع الفلفل تاعي، وزيد حطيت الفلفل الاحمر هذاك والحمص. شوفوا انا الحمص علاه ديما نديرو مع الاخر باسكو ديما نطيبو ونديروه في الكونجيلاتور، يعني اللي ماهوش طايب راهم حين يديروه مع الاول بهذاك هو يطيب. ومن الاحسن طيبوه وتخليوه كل ما تجيو طيبوا حاجه حين تجبدوا منه، يعني حين تلقاوه. هنايا بعد ما فار العيش تاعي راح نكمل نحطوه في لاصوص هذيك اللي كنا درناها. وهنا في المرحله هذه بالكم تغفلوا، لازم تبقاو واقفين عنده وتخلطوا كل شويه، تخلطوا باه ما يلصقش العيش تاعنا. وهنايا كان طاب العيش تاعي، شاهدكم في الجنه حبيباتي. من الفوق انا واش راح ندلو؟
راح نديرو شويه تاع دبشه، يعني الدبشه اللي ما يحبهاش او ما يديرش باينه، بصح اللي يحبها راه يزيد فيه النص. نديرو شويه تاع دبشه والعصره تاع القرص بيان سور، هذو الحوايج يعني يزيدوا بنه في العيش تاعنا. هنايا كنت خلصت معكم العيش تاعي، حنخليكم تكملوا تشوفوا كيفاش زينتو، من بعد نرجع لكم نديكم جوله معايا. هاني رجعت لكم هنايا، راح نديكم جولة معايا. رحنا كيما رحت الالجي. حبيت يعني ديما كي نروح البلاصه نحب نديكم تشوفوا وين رحت. انا اول مره دخلت للمسجد الكبير، يعني واش نحكي لكم، شعور ما شاء الله. رحنا صلينا فيه صلاه الصبح، شتو شعور جميل جدا، تحسوا بواحد الراحه. جست ما فتحوا لي الباب ودخلت وشتو كيفاه مداير، يعني الحمد لله كي زرتو. احساس قلت لكم يعني واحد الاحساس هكا تاع راحه. كي شتو يعني جاني هذاك الاحساس وقلت فما بالك نزور بيت الله ونروح لمكة المكرمة ان شاء الله، ربي يرزقنا بها وكامل المؤمنين اجمعين ان شاء الله يا رب العالمين. يعني احساس جميل جدا، ونتمنى كل واحد يروح يصلي فيه، ونتمنى كل واحد يزور بيت الله. حبيت برك نشارك معاكم التجربه تاعي، تلمو عجبتني بزاف، تلمو حسيت فيها براحه، حبيت نشاركها معاكم. ونتمنى كل واحد قريب ليه ولا جابته طريق وراح الالجي يزورو، يعني ما شاء الله مالغري كتجيو تدخلوا واحد الصعوبات هكا، كاين سيكوريتي يحوشوكم منا، ويفتح غير وقت الصلوات، يعني ما يفتحش في الاوقات الاخرى. مي ان شاء الله اللي حالفوا الحظ نقول له روح زورو، باسكو كانت تجربه جميله جدا. هنا كنت لحقت نهايه الفيديو. توجور راح نخلي لكم المقادير وحسابي تاع الانستغرام في صندوق الوصف. ان شاء الله يعجبكم فيديوهاتي. دركا ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير.